افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان ونور فوانيسه، يا حلاوة الدين والقمر الدين وأكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات. طبعا في بداية الوصفة هنعمل ايه السيرب بتاعنا علشان يبرد. ادي كوبايتين من السكر، عليهم مجتين من المية، كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، ارفعهم على النار، ولما يبدأوا يغلوا اضيف عليهم نقطتين من عصير الليمون ونقطتين من الفانيليا. طبعا لو عايزة العصير بتاعي ما يبقاش مسكر قوي اضيف عليهم معلقة من عسل الكلوكوز. تمام، انا هضيف عليهم معلقة. في طاسة على النار احط حوالي معلقتين كبار سمنة واسيبهم لما يفكوا كده. السمنة بتاعتي اهي بدأت تفك. انا طبعا عاملة مزيج ما بين السمنة البلدي والسمنة النباتية العادية. انا عاملة سمنة روابي بالقشطة، ريحتها حلوة قوي، بتعمل ريحة جميلة قوي مع السمنة البلدي. ابدأ اضيف مج او حوالي ربع كيلو قصدي من البسبوسة، سميد البسبوسة، وابدأ احمره كده في السمنة بتاعتي لحد ما تحمر اللون الجولد الجميل ده. انا هوريهولكم، خليكم معايا وانا هوريهولكم معايا. حلو قوي اللون ده كده. انا كده فصلت النار، نص كوبايه من البطاطس وهدوبها كده فيه. البسبوسه بتاعتي هتتشربوا كم في ثواني. انقلها بقى من الطاسه دي لحاجه تانية علشان تبرد معايا، علشان لما اجي احشي الجلاش بتاعي ما يبقاش سخن عليا. طبعا هنجيب حوالي ربع نفس كان في الفريزر، هفتفته خالص كده اكسره وهو زي ما هو كده في قلب الكيس، بضغط عليه بيكسر لوحده واقربه هنا في الطبق الفاضي بتاعي ده. في طبق زي ده كده يا جماعه انا حطيت معلقه نشا، معلقه كبيره حراميه كبيره مليانه، معلش هي اتقطعت من الفيديو. دي معلقه نشا، عليها معلقتين من الدقيق، حوالي نص معلقه بودر، نقطتين فانيليا. وصفة حلوة قوي كمان دي رمضان يا جماعة، الحلويات رمضان حلوة قوي. معايا طبعا لفة جلاش كانت عندي في الفريزر، طبعا يستحسن لو كانت طازة احاول اسويها كده. في طاسة على النار واحط فيها كمية زيت معتبرة واسيبها لما تبدأ تسخن كده، وابدأ اسقط فيها حلوياتها
واحمرها ايه اللون اللي انا احبه. وطبعا ممكن جدا احطها في فرن البوتاجاز واحط من فوقها سمنه ومن تحتها سمنه. العصير بتاعي اهو، انا ضايفه فيه ايه الحلويات. في المغربية راح نفطر ساعة أذان الله أكبر، ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطط، وقلوبنا من الفرحة تزقطط، ونقول لبعضنا رمضان جه. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان ونور فوانيسه، يا حلاوة التين